في الجزائر كاينه مدينه مرعبه ومعروفه بين الناس بمدينه الجن، مدينه سيفار كامل تعرفوها وكامل سمعتوا القصايص عليها. هي مدينه حجريه في وسط تصيل ناجر مقطوع على العالم. في يوم من الايام بعثه من الاجانب دخلت المنطقه في النهار، والقيد قال لهم جمله واحده برك قبل ما يكمل: ما تباتوش هنا. كامل ضحكوا حسب بالهم بلي يتمسخر وحطوا باللي هذه خرافه. مع غروب الشمس تولوا بلي كاين احداث غريبه، حتى صمت ولا ثقيل والريح حبست وما داروش على هضرته وباتوا ثم. ولا هنا اللعب بدا يخشان. في الليل سمعوا خطوات فوق الصخور، بصح كي شافوا ما لقاو حتى واحد، حتى انه واحد فيهم من كثره التوسويس صور بالجهاز الحراري وشاف ظلال تتحرك بدون حراره. اوه اللعب ثقيل. والصدفه الغريبه الحاجه المعتاده في الصحراء الراديو تاعهم كامل طفى. العب. ومع الفجر لقاو واحد من الفريق تاعهم واقف قدام الصخور هذيك وقاعد يرسم في النقوش نفسها اللي موجوده في الجداريات، وقال لهم بصوت غريب ومرعب: هنا كانوا ومازالوا ما راحوش. شكون هما الله اعلم. رجعوا كامل المطارات في نفس اليوم وانيلاو كامل الرحلات تاعهم في الجزائر. والسؤال اللي يبقى مطروح: شكون هما اللي كانوا ثم وشكون هما اللي مازالوا ما راحوش؟ ديروا ابوني.